lesson 1 و lesson 2 و lesson 3 عرفنا البيزك نيدز اوف ذا بلانت اللي هي الاحتياجات الأساسية اللي بيقوم بيها البلانت. تاني حاجة عرفنا ايه هي المين بارتس اوف ذا بلانت، المكونات الرئيسية بتاعت البلانت. خدت الروت وايه هي الروت هيرز، وعرفت الستيم ايه الفانكشن اللي بيقوم بيها، والتيوبس اللي جواه اللي هي الزايلم والفلويم، وعرفت التايبس اوف ستيم اللي هم الفايف تايبس اوف ذا ستيم. واخر حاجة اتكلمنا عنها هي الليفز، وعرفت الفانكشن اللي بتقوم بيها الليفز والكلوروفيل والاستوماتا. كل ده اتكلمنا عليه في lesson 1 و 2 و 3. طيب lesson 4 بقى هيبدا يعمل comparing between systems in the human and inside the plant. هيبدا يتكلم عن السيركيولاتوري سيستم او الجهاز الدوري اللي موجود في الهيومنز، وهيبدا يتكلم عن الترانسبورت سيستم اللي موجود في البلانت. الترانسبورت سيستم دوت السيستم اللي هو responsible for moving water, nutrient, food up and down. هنبدا نتكلم عنه بالتفصيل، بس قبل ما نبدا put true or false. بيقول لي هنا ان البلانت needs water and air like human to survive، يعني النبات برضه بيحتاج ميه وبيحتاج هواء زي الانسان عشان يقدر يعيش. اكيد الاجابه true. نمبر 2 بيقول لي ان البلانت doesn't need energy like human to grow، يعني مش بيحتاج انرجي عشان مش بيحتاج انرجي زي الانسان عشان يكبر. هل البلانت بيحتاج انرجي ولا doesn't need energy؟ احنا عارفين ان البلانت need energy، فالاجابه هتبقى false، لان هو بيقول لي doesn't need energy، مش بيحتاج energy. طيب هنبدا بقى نتكلم عن السيستمز اللي موجوده في البلانت بالتفصيل. هنا بيقول لي both plants and animal الاثنين بيحتاجوا، بنحتاج energy وبنحتاج gases from the air to survive and grow زي المكتوب قدامي. واحده واحده، سموا الله، بسم الله الرحمن الرحيم، يلا نبدا. اوكي، هنا بيعمل compare between human and animal، وبيقول لي between human and plant، وبيقول لي ازاي الهيومن بيجيت الانرجي اللي هو بيحتاجها، وازاي البلانت gets its need energy برضه بتحتاج او بتحصل على الانرجي ازاي اللي هي محتاجاها. طيب هنا بيقول لي ان البلانت، هل البلانت كان feed on other living organisms، تقدر تتغذى على كائنات حية تانية؟ لا، احنا قلنا ان هي عشان تحصل على الانرجي بتميك its own food، في بروسيس سميناها ايه؟ photosynthesis process. فهنا بيقول لي plants، هنا بيقول they can manufacture their own food، يعني بيقدروا يصنعوا الفود بتاعهم، اللي احنا قلنا a type of sugar وسميناه glucose sugar. قلنا to get energy through a process اسمها ايه؟ photosynthesis process. قلنا النبات هيصنع الفود بتاعه اللي هو a type of sugar اللي هو glucose sugar في بروسيس سميناها ايه؟ photosynthesis process. طيب الهيومن، فبيقول لي لا بقى الهيومن they must eat food، لازم ياكلوا حاجه تانية. هنا بيقول لي throughout the day to get energy، وبيقول لي ان digestive system digest food into glucose and nutrient، والdigestive system اللي موجود عند الانسان هيبدا يحول الفود اللي هو اكله لجلوكوز ونيوترينت، عناصر غذائيه. then بعد كده النيوترينت are absorbed into the blood، بعد كده النيوترينت ديت هتبدا تمشي في البلاد زي ما خدنا السنه اللي فاتت في السمول انتستين. طيب هنا ازاي بقى بيقول لي get the gases needed، ازاي الهيومن بيحصل على الجاز اللي هو محتاجها او الجازز اللي هو محتاجها، وازاي البلانت بتحصل على الجازز اللي هي محتاجاها برضه. طيب هنا بيقول لي ان البلانت air enter the plant through، عن طريق فتحات قلنا اسمها ستوماتا. in the leaf قلنا في فتحات كده اسمها ستوماتا في النبات بيدخل جواها الاير وبيخرج منها اير. طيب حلو. الانسان بيقول لي ان الاير انتر ذا هيومن بودي، انا دلوقتي عشان ادخل الهواء جوه الجسم بتاعي او inside our two lungs بنعمل ايه؟ بنعمل inhalation وبندخل الاكسجين للبادي بتاعنا عن طريق النوز او الماوث. then to the lungs، بعد كده هيروح لللنج، بعد كده الاكسجين هيمتص ويروح للبلد. ماشي، يبقى كده عرفت ان انا كهيومن بحصل على الانرجي لما بفيد on other living organisms، بتغذى على كائنات تانية او اشياء تانية. لكن البلانت عشان يحصل على الانرجي هو بيميك its own food في بروسيس سميناها photosynthesis process. طيب انا بحصل على الاكسجين ازاي؟ ان انا بعمل inhalation وبدخل الاكسجين inside our lungs عن طريق النوز بتاعتي او الماوث. طيب البلانت لا، ده inside ستوماتا بيدخل الاكسجين بيدخل الكربون دايوكسيد وبيبدا يخرج الاكسجين من الاستوماتا اللي موجوده في الليفز. طيب اوكي. طيب
كده هنتكلم عن السيركيولاتوري سيستم. فبنقول ان السيركيولاتوري سيستم consists of two main parts، بيتكون من جزئين اساسيين. ايه هما الجزئين الاساسيين؟ اول حاجه، اول واهم جزء هو الهارت، القلب بتاعنا. تاني حاجه blood vessels، اوعيه دمويه او tubes. بالتفصيل تعالوا نبدا نتكلم عن واحده واحده في التو مين بارتس دول. هنا بيقول لي the human circulatory system has three different types of blood vessels، 3 انواع مختلفه من البلاد فيزلز. اول حاجه الهارت اللي هو انا اسف اول حاجه arteries اللي هي اسمها arteries. تاني حاجه veins برضو نوع من انواع الاوعيه الدمويه. واخر حاجه البلاد كابيلاريز اللي هي الشعيرات الدمويه. واحده واحده. احنا قلنا دلوقتي ان السيركيولاتوري سيستم بيتكون من تو مين بارتس، جزئين اساسيين، الهارت والبلاد فيزلز. طيب قلنا الهارت هتكلم عنه بالتفصيل دلوقتي، بس البلاد فيزلز عندي 3 تايبس اوف بلاد فيزلز، 3 انواع من الاوعيه الدمويه موجوده في السيركيولاتوري سيستم. اول حاجه هو الارتريز، تاني حاجه فينز، تالت حاجه بلاد كابيلاريز اللي هي الاوعيه الدمويه، ودي شعيرات دمويه بتبقى صغيره كده. طيب اول حاجه هنتكلم عنها هي الهارت. هنتكلم بالتفصيل عن الهارت. لو بصيت على الهارت بتاعي هلاحظ ان هو بيتكون من 4 chamber يعني 4 غرف. هنا بيقول لي the heart is consists of 4 chambers. ال 4 chambers دول بيقول لي 2 منهم atria و 2 ventricles مهمين. عندي حاجه اسمها احنا قلنا ان هو بيتكون من 4 chamber بالشكل ده. عندي حاجه اسمها 2 atria و 2 ventricles، يعني مش المعاني بالعربي مش مهمه. طيب ايه الفانكشن اللي بيقوم بيها الهارت؟ ان هو بيعمل بامب للبلد all over the body parts، بيبدا يضخ الدم في كل اجزاء الجسم. الهارت هو عباره عن مصل بتقفل، اول ما بتقفل بتموف the blood from the heart، بتتحرك بقى الدم من الهارت تبدا توصله للبادي بارتس كلها. طيب تفتح يروح ساحب البلد تاني من البادي بارتس للهارت، ويبدا يعمل بامب فيوصل البلد من الهارت للبادي بارتس، اجزاء الجسم الثانيه اللي ممكن تكون في رجلي مثلا، يبدا يفتح فيبدا يحرك البلد من الاجزاء الجسم المختلفه لغايه ما يوصل للهارت. كل دوت في الدوره ديت في السيركيولاتوري سيستم تفضل ماشيه بالشكل ده. فهنا بيقول لي it pumps the blood to all the body parts، بيوصل البلد لكل اجزاء الجسم. تاني حاجه بيقول لي it receives the blood again from all the body parts، يعني بيوصل الدم من الهارت للبادي بارتس، وبيستقبل الدم من البادي بارتس اللي هي الاجزاء بتاعت الجسم للهارت مره ثانيه. طيب خلاص، يبقى تاني الهارت بيتكون من 4 chamber، 2 atria و 2 ventricles. خلاص تمام. قلنا بيعمل ايه؟ بيعمل بامب للبلد from the heart to the body parts and receive the blood from the body parts to the heart. طيب احنا قلنا ان البلاد فيزلز عندي 3 انواع. عندي كام نوع من البلاد فيزلز؟ 3. اول حاجه ارتريز، والارتريز ديت اللي هي الحمراء، اللي هي الجزيئات دي اللي هي الاوعيه الدمويه اللي لونها احمر. مالها؟ بيقول لي they carry blood rich with، بتحمل دم غني بالاكسجين and nutrient. هي بتوصل الدم من القلب للبادي بارتس للاجزاء بتاعه الجسم المختلفه، فبتحمل دم بلاد كاري ايه؟ البلاد دوت بيبقى جواه غاز ايه؟ بيبقى جواه غاز الاكسجين والنيوترينت زي الجلوكوز مثلا. بيقول لي بتوصلها منين؟ من الهارت to all body cells او البادي بارت so the body can survive. يبقى تاني اول حاجه الارتري هيوصل لي البلاد من البادي بارت من الهارت، هيوصل لي البلاد من الهارت لغايه البادي بارتس، ممكن يوصلها للايد، ممكن يوصلها للرجل، ممكن يوصلها للدماغ، كل دوت عن طريق الارتريز. طب انا بوصلها من الهارت للاجزاء بتاعت الجسم المختلفه، فلازم البلاد دوت بيبقى داخل لسه الاجزاء الجسم، فبيحتوي على الاكسجين جاز اند جلوكوز او نيوترينز، عناصر غذائيه. طيب العكس، انا عايز بقى اوصل الدم من البادي بارتس المختلفه لغايه الهارت، هعمل ايه؟ ركزوا معايا. بيقول لي الفينز هتوصل لي they return the blood، هترجع لي بقى البلاد تاني من البادي بارتس للهارت مره تانية. طب بيحمل غاز ايه؟ الفينز دوت بيحمل blood rich with carbon dioxide gas and small amount of nutrient، وكميه صغيره من العناصر الغذائيه والاكسجين. back to the heart. يبقى الارتريز بتوصل البلاد من الهارت للبادي بارتس،
فبيبقى جواها غاز الاكسجين والنيوترنت. طب الفينز بتوصل البلد من البادي بارتس ترجعه تاني للهارت، وبيبقى جواها كربون دايوكسيد وسمول اماونت اوف اوكسجين اند سمول اماونت اوف نيوترنت. طيب بيقول لي هترجع تاني الدم دوت، هترجعه تاني للهارت. بعد ما بيوصل للهارت بيروح لللنج عشان تطلع، اللنج هي اللي هتطلع الكربون دايوكسيد كده. فبيقول لي where the blood carries oxygen gas again، هيدخل له بقى البلاد هيدخل فيه اوكسجين جاز تاني. يبقى تاني عندي الارتريز والفينز. ايه الفرق ما بين الارتريز والفينز؟ الارتريز بتوصل لي البلاد from the heart to the body part، من القلب للاجزاء بتاعت الجسم، وبيبقى جواها غاز ايه، يعني البلاد بيبقى جواه غاز ايه، بيبقى جواه غاز الاكسجين اند نيوترنت وعناصر غذائيه. طب مين بقى اللي هيرجع البلاد تاني من البادي بارتس يرجعه للهارت؟ ديت الفينز. وقلنا الفينز بتحمل بلاد rich with carbon dioxide and small amount of nutrients small amount of oxygen، هترجعهم للهارت. طب والهارت بعد كده هيوصلهم لللنج واللنج تطلعهم. طيب اخر حاجه البلاد كابيلاريز، ديت بقى الشعيرات الدمويه اللي هي الصغيره خالص اللي بتعمل كونكت ما بين الارتريز والفينز. فبيقول لي they are tiny blood vessels، هي شعيرات دمويه صغيره that connect arteries، بتوصل الارتريز بالفينز. مين دي؟ دي البلاد كابيلاري. كده احنا شرحنا السيركيلاتوري سيستم بالتفصيل. نعمل ريفيجن بسرعه. قلنا ان هو consists of two main parts، من جزئين اساسيين. اول حاجه artery وتاني حاجه vein. قلنا جزئين اساسيين ان هو الهارت والبلاد فيزلز. الهارت consists of 4 chamber، بيحتوي على 4 غرف، 2 ventricles و 2 atria. طيب البلاد فيزلز قلنا 3 types of blood vessels، arteries وفينز وبلاد كابيلاريز. الارتريز بتعمل connect between the heart، بتmove the blood from the heart to the body parts so the blood carry oxygen and nutrient، لان هو داخل للجسم لسه. طيب الفينز العكس بقى، بتوصل البلاد from the body parts to the heart، بترجعه تاني للهارت. فبالتالي بيقول لي ان هو الجاز اللي موجود في البلاد which carried by veins بيبقى فيه جاز الكربون دايوكسيد and small amount of oxygen و small amount of nutrient. طيب عندي البلاد كابيلاري، وديت اخر حاجه في التايبس اوف بلاد فيزلز. قلنا البلاد كابيلاريز ديت شعيرات دمويه connecting between the arteries and veins، بتوصل لي الدم من الارتريز للفينز. بس كده خلاص عملنا ريفيجن سريع على السيركيولاتوري سيستم. بيقول لي ان البلاد is a fluid that move in one direction، يعني هو عبارة عن سائل that moves in one direction، يعني بيتحرك في اتجاه واحد. قلنا الارتريز بتوصل الدم من الهارت للبادي بارتس. هل ينفع في الارتريز يمشي البلاد من البادي بارتس في الاوبوزيت دايركشن كده للهارت؟ لا طبعا غلط، هو بيمشي في اتجاه واحد. عشان كده بيقول لي ان البلاد موف ان وان دايركشن، يا اما هيمشي من الهارت للبادي بارتس في الارتري، او من البادي بارتس للهارت في الفين. ما ينفعش يروح ويجي في نفس التيوب، هو يا اما رايح يا اما جاي، يعني بيمشي في اتجاه واحد بس. طيب هنبدا نتكلم عن الترانسبورت سيستم اللي موجود في البلانت. مش احنا لسه قايلين في سيركيولاتوري سيستم ودوت اللي بيحرك لي البلاد في الهيومن؟ انا عندي برضو حاجه شبه السيركيولاتوري سيستم بتحرك لي الفلويدز السوائل، بس موجوده في البلانت. اسمه ايه؟ اسمه ترانسبورت سيستم. فهنا بيقول لي بلانت ترانسبورت سيستم، فبيقول it's a system of vessel that transport، بيوصل لي الووتر والنيوترنت والبلانت فود، بيوصلهم اللي هو الجلوكوز شوجر، بيوصلهم من فين لفين؟ بيوصلهم في اجزاء النبات المختلفه. عندي 2 types of vessels موجودين في البلانت، نوعين من انواع الفيزلز موجودين في البلانت في الترانسبورت سيستم. اول حاجه الزايلم، ولسه متكلمين عنه واتكلمنا عن الفلويم، بس هبدا اتكلم عنهم بالتفصيل. هنا احنا قلنا الزايلم الفانكشن بتاعته هو move water and nutrient from root to the stem، بعد كده للليف، بيوصل لي الووتر من الروت للستم بعد كده للليف. ده مين؟ ده الزايلم. فبيقول لي it consists of tubes that transport water and nutrient upward، ودي مهمة، from the roots to the leaves to make their own food.
طيب خلاص وصل هنا خلاص البلانت صنع الفود بتاعه في الليفز، عايز يوصل بقى الفود دوت، يبقى وصل اجزاء النبات اللي تحت دي، مين اللي هينزل لتحت كده ويوصل الفود لتحت؟ بيقول لي دوت الفلويم. فيقول لي ايه هي الفلويم؟ هي عباره عن تيوبس برضو بتعمل ترانسبورت، بس بتوصل مين؟ بتوصل الجلوكوز اللي هو الفود، بتوصله من الليفز لاجزاء النبات المختلفه لتحت كده. يبقى الفرق ما بين الفلويم والزايلم ان الفلويم بيوصل الفود داون، لكن الزايلم بيوصل الووتر والنيوترينت اب. خلاص دوت الترانسبورت سيستم اللي موجود في البلانت. هل ينفع برضو الووتر والنيوترينت تتحرك اب اند داون في نفس الفيسل؟ مستحيل. بنقول لكم ان هي بتتحرك ان وان دايركشن، في اتجاه واحد، يا اما هتتحرك لفوق في الزايلم يا اما هتتحرك لتحت في الفلويم اللي هو الفود. طيب هنا بيقول the transport system in plants برضو هو كمان هو عبارة عن one direction. The transport system in plant has one-way vessels. الأوعية بتاعته برضو بتمشي الحاجة اللي جواها في اتجاه واحد. That move important substance between the part of the plant. بس في اتجاه واحد. بيقول لي إن الإكسبلانيشن اللي عدى we can conclude the similarities between transport system in plant and circulatory system. من التوضيح اللي عدى دوت بنشوف إن في شوية تشابهات ما بين السيركيلاتوري سيستم والترانسبورت سيستم في البلانت. ايه التشابهات دي؟ بيقول لي ان البوث هاف فيزلز تو ترانسبورت ووتر نيوترينت اند جازز. الاثنين فيهم فيزلز بيوصلوا لي الميه والنيوترينت والجازز. اوكي. both have one way vessels يعني الاثنين بيمشي فيهم اي حاجه بتمشي فيهم في اتجاه واحد. يعني البلاد بيمشي in one direction، طب الووتر والنيوترينت بتمشي in one direction، طب الفود inside the plant بيمشي برضو in one direction. تعالى نعمل بوت رايت اور فولس عشان نبقى فهمنا الجزء ده. طيب بيقول لي both plants and humans must take in gases from the air. يعني الاثنين لازم يدخلوا غازات موجودة في الهواء لأجسامهم. أكيد صح طبعا. Number 2 veins carry blood rich in oxygen and nutrient. يعني الفينز carry blood rich in oxygen. الفينز بيبقى فيها اكسجين جاز ولا بيبقى فيها كربون دايوكسيد؟ بيبقى فيها كربون دايوكسيد، فتبقى false. امال مين اللي فيها اكسجين؟ الارتريز. طيب بيقول لي الفلويم carry water to leaves. هل الفلويم بتوصل الميه لفوق كده؟ الفلويم بيوصل الميه من الروت للليفز؟ of course false. غلط طبعا، احنا عارفين ان الزايلم هو اللي بيعمل كده. Number 4 vessels in the plant and the human are one way vessels. يعني الاوعيه اللي موجوده في النباتات وفي الانسان هي one way vessel، يعني بتمشي في اتجاه واحد. true صح. خلصنا الجزء دوت في ليسون 4. سهل خالص ما فيهوش اي حاجه والدنيا لذيذه وايزي. طيب هنا بقى من اول الجزء دوت هيبدا ان هو يعمل مراجعه سريعه على اللي احنا اخدناه. فهنا بيقول لي ايه؟ بيقول لي ان البلانتس depend on carbon dioxide released by animals to make their own food. يعني البلانت هيعمل absorption للكربون دايوكسيد. زي ما انا شايف السهم ده داخل هو فيه كربون دايوكسيد جاز. طيب بيقول لي also animal depend on oxygen released by the plant to breathe. يعني إن الحيوانات بتعتمد على الأكسجين اللي بيخرج من النبات. طب كده في interaction تكامل ما بين النباتات والحيوانات، لأن الحيوانات بتطلع كربون دايوكسيد اللي بيحتاجها البلانت عشان يصنع الفود بتاعه في الفوتوسينثيس بروسيس، والحيوانات بتحتاج الأكسجين اللي بيخرجه البلانت في الفوتوسينثيس بروسيس، فالاثنين معتمدين على بعض. طيب احنا اتكلمنا عن الفوتوسينثيس بروسيس فمش محتاجين ان احنا نتكلم عنها، هقراها بس بسرعه. هنا بيقول plants have chlorophyll، وقلنا الكلوروفيل دي هتعمل absorption للsunlight energy. تاني حاجه ان البلانت فيها ستوماتا في الليفز دي هتخلي الكربون دايوكسيد يدخل للبلانت. بعد كده الsunlight هتخلي الووتر يعمل كومباينيشن مع السانلايت هتخلي الووتر يعمل كومباينيشن مع الكربون دايوكسيد ويصنعوا لي جلوكوز شوجر اللي هو الفود بتاع البلانت which is used by the plant cells for food، اللي بتستخدمه البلانت عشان تصنع الفود بتاعها. خلاص صنعنا الفود في الليفز، هيبدأ بقى ينزل لتحت الفود دوت في تيوبس بنسميها ايه؟ بنسميها فلويم. بيقول during photosynthesis process في خلال عملية البناء الضوئي بيقول the plant also produces oxygen and water vapor. كمان بيطلع لي غاز الأكسجين وبيخرج لي بخار مية which are released into the air.
Note during photosynthesis process A energy of the sun بتتحول لكيميكال انرجي، خدناها في جونيور 4 قلنا اللايت انرجي بتبدأ تتحول لكيميكال انرجي. الكيميكال انرجي ديت اللي هي بتبقى موجودة في الشوجر. طيب واللايت انرجي دي واللايت انرجي ديت بتيجي من الصن. طيب complete plant have A in their leaves to absorb sunlight. ايه الحاجه اللي موجوده في الليفز بتعمل absorption للsunlight؟ انا عارف ان هي كلوروفيل فهكتب هنا نمبر 1. طيب نمبر 2 بيقول لي plants have dot in their leaves to allow carbon dioxide enter the plant. ايه الحاجه اللي بتبقى موجوده في الليفز بتاعت البلانت بتسمح للكربون دايوكسيد ان هو يدخل؟ ستوماتا. ممتازين. طيب نمبر 3 بيقول لي during photosynthesis process A energy is transformed into energy. لسه قايلين ان اللايت انرجي بتبدا تتحول تبقى chemical energy. وكده نبقى خلصنا ليسون 4. مفيش اي حاجه تانية تتقال في ليسون 4. سهل خالص وجميل. لسه ناقص البلانت الفلاورز بتاعت السيد. ماشي يعني زوري وجعني. طيب بسم الله ناخد ريست دقيقة أشرب وارجع لكم تاني. عدنا إليكم من جديد. دلوقتي بيقول لي flowers and seeds النباتات الأزهار والبذور. تعال نشوف إيه الريليشن ما بين الفلاور اللي هي الزهرة والسيد. هنا بيقول لي reproduction of the plant التكاثر في النباتات. أول حاجة يعني إيه reproduction؟ تكاثر. التكاثر دي reproduction معناها إن أنا بنتج لي أفراد جديدة. ففي الإنسان مثلا إن إحنا بنخلف أفراد جديدة. في الأنيمالز مثلا بتلاقي الحيوانات بتخلف حيوانات جديدة. في البلانتس بتلاقي إن البلانتس بتخرج سيدز. السيدز دي بتبدأ تتزرع وتخرج لي نباتات جديدة. هو ده معنى reproduction، إن العدد بتاع الليفينج أورجانيزم بيبدأ إن هو يزيد. طيب بيقول لي إن البلانتس use the food they make to produce flowers. يعني بيستخدموا النبات بيستخدم الانرجي او بيستخدم الاكل عشان يطلع لي flowers which are responsible for process اسمها reproduction عملية التكاثر. ايه هي؟ مين هو هيجي لي كده سؤال يقول لي which organ of the plant is responsible for reproduction. ايه العضو اللي موجود في النباتات ومسؤول عن عملية الريبرودكشن اللي هو التكاثر؟ هنقول له دوت الفلاورز. طيب بيقول ان الفلاورز have different shapes ليها اشكال مختلفة different size احجام مختلفة different colors والوان مختلفة. where some plants have large colorful flowers في بعض النباتات عندها ازهار كبيرة زي ديت كده and some other plants such as grasses زي الحشائش اللي بتبقى موجودة في الارض بيبقى عندها very small flower ازهار صغيرة جدا. and some flowers are not very colorful وفي بعض الازهار مش ملونة اساسا. فبيقول لي ايه هي الفلاورز؟ بنقول they are the reproductive parts of many plants يعني هي العضو اللي مسؤول عن التكاثر في نباتات كتيرة. flowers are the reproductive parts of many plants هي الأعضاء اللي مسؤولة عن التكاثر reproduction اللي هو عددهم يزيد عن طريق الفلاورز. طيب فهنا بيقول لي طب هم بيتكاثروا ازاي؟ يعني عددهم بيزيد ازاي؟ بتبدأ الفلاور تطلع لي seeds large number of seeds أعداد كبيرة جدا 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 من البذور. أي بذرة بتقع في مكان في السويل بتحصل على ووتر وسنلايت وكربون دايوكسيد بيبدأ يحصل لها جيرمينيشن وتكون لي نيو بلانت. فكده عملت ريبرودكشن ولا ما عملتش؟ عملت ريبرودكشن عن طريق مين؟ عن طريق الفلاور. فهنا بيقول لي they produce seeds يبقى الفلاور بتطلع لي seeds والسيدز ديت هي اللي بتخلي النبات يعمل ريبرودكشن ويتكاثر. فبيقول لي ايه هو البلانت ريبرودكشن؟ بيقول it's a process of making new plant هي عملية إنتاج نباتات جديدة. شايفين البراون بارت اللي موجود في السان فلاور ده؟ هنلاحظ ان البراون بارت ده هو السيدز عباره عن large number of seeds اعداد كبيره من السيدز. لو جاء اير مثلا هناخد يعني في ليسون 5 لو جاء اير وبدا يحرك السيد ديت قصدي السان فلاور هتبدا السيد ديت تقع. اول ما تقع في المكان هي بتقع في سويل هتحصل على ووتر وسانلايت وكربون دايوكسيد فتبدا تعمل جيرمينيشن وتكبر. فهنا بيقول when seed receive air لو حصلت على air وووتر and suitable temperature ودرجة حرارة مناسبة بيقول لي they can grow into a new plant هيكبروا ويكونوا لي أزهار تانية زي ما احنا شايفين هنا. بيقول in the sunflower the seeds are the small dark colored object in the center of this flower. شايفين الجزيئات الصغيرة ديت هي ديت البذور بتاعت السانفلاور ديت اللي لو وقعت في السويل وحصلت على water واير وsuitable temperature ساعتها هتكبر وتكون لي new sunflower. اوكي
check your understand. هنا بيقول in many plants flowers are responsible for reproduction. يعني في نباتات كتير بيقول لي الفلاورز هي اللي مسؤولة عن الريبرودكشن. true or false؟ true طبعا. تاني حاجة بيقول لي when seeds receive air and suitable temperature only they grow into a new plant. لا لازم sunlight ولازم water، يبقى false. طيب كده احنا خلصنا lesson 4. قلنا الجزء دوت هيبقى برضو homework. قلنا هنعمل ايه؟ هنشوف. شكرا اتلغي بقى. ماشي خلاص انا نيت. ماشي كده احنا خلصنا lesson 4. هنبدا نعمل الهوم ورك. تبداوا تبعتوا لي الهوم ورك اصحح لكم الهوم ورك. لا في اي ميستيكس نبدا ان احنا نصححها مع بعض، عشان بص الحل الكتير دوت هو اللي هيخليني اقدر احل في الامتحانات وما اخطاش. طب انا اغلط مره، اغلط الثانيه، اغلط الثالثه، هتلاقيني بتعلم من الصح بتاعي وببدا ان انا ان شاء الله نجيب درجات كويس. فضروري جدا 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 ان احنا نلتزم في الهوم ورك بتاعنا عشان الدنيا تبقى ماشيه كويس، واقدر اعرف الحاجات اللي فيها مثلا قصور عندكم مش فاهمينها فتبدا تتصحح والدنيا هتبقى اسهل بكتير. شكرا. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. هنبدأ في lesson 5. lesson 5 مش هياخد مننا 5 دقايق. استنى نشوف كمان. تمام. lesson 5 بسم الله. lesson 5 مش هياخد مننا وقت خالص، 5 دقايق بالظبط ان شاء الله نكون مخلصين lesson 5. بس تعال نحط both right or false. هنا بيقول plant use the energy they get from food they make to produce seeds. يعني بيستخدموا الانرجي اللي بيحصلوا عليها من الفود عشان يصنعوا بذور. true طبعا. number 2 بيقول flower produce seeds for the plant to help it to reproduce. يعني الفلاورز بتطلع لي seeds. flowers produce seeds for the plant to help it to reproduce. يعني الفلاورز بتطلع لي بذور عشان يتكاثر النبات. صح. هنا دلوقتي بيقول لي seeds are transported from one place to another. يعني بتنتقل البذور دي بتبدأ تنتقل من مكان لمكان تاني. البروسيس دي اسمها ايه؟ اسمها seed dispersal. اسمها ايه؟ seed dispersal، انتقال البذور. ايه هو seed dispersal؟ دلوقتي انا عندي فلاور واقفه في المكان ده، فجأة جا شويه هواء فبدأ يحرك الفلاور كده يمين وشمال يمين وشمال، فبدأت السيدز اللي جواها تنتقل وتقع هنا تقع هنا تقع هنا. البذور بدأت الويند تشيلها توديها من مكان لمكان تاني. البروسيس دي بنسميها ايه؟ seed dispersal. اسمها ايه؟ seed dispersal. طيب هل السيد dispersal دوت هو بيحصل عن طريق الويند بس ولا ممكن يحصل عن طريق حاجات تانية؟ تعالوا نشوف. عندي السيد dispersal بيحصل عن طريق 4 حاجات هناخدهم النهارده باذن الله. اول حاجه هي الووتر. وهنا ممكن يحصل ترانسبورت للسيدز عن طريق الووتر، زي البذره بتاعت مين؟ زي الكوكونات سيد. يبقى هنا بيقول لي seeds that are dispersed by water لازم تقدر تعمل float on water، لان هي لو ما بتطفوش على الميه، float يعني بتطفو. طب هي لو ما قدرتش تعوم على الميه ايه اللي هيحصل لها؟ هتغطس في الميه ومش هتنتقل لمكان تاني. فلازم تكون float on water زي الكوكونات سيد. طيب في سيدز تانية transported from its place to another place عن طريق الويند، الرياح. طيب عشان الرياح تقدر تشيل السيد من مكان لمكان تاني، السيد ديت لازم تكون خفيفة ولا تقيلة؟ لازم تبقى light. فهنا بيقول لي seeds that are dispersed by wind are light، خفيفة. لأن الويند عشان تقدر تشيلها لازم البذرة تكون خفيفة، لو تقيلة السيد مش هتقدر تنتقل عن طريق الويند. طب مين البذور اللي بتنتقل عن طريق الويند؟ حاجتين، المابل سيدز والدانديليون سيدز. الدانديليون اللي هي بالشكل دوت وديت المابل سيد. طيب بيقول لي animals بتقدر تنقل لي البذور. ثانية واحدة.
هنا بيقول لي ان الانيمالز اور هيومن ترانسبورت يعني ايه؟ يعني في بذور بتنتقل عن طريق الانيمالز والهيومن. ازاي؟ ان هي تلزق في الكلوزز بتاعتنا او تلزق في الفر او في الفيذرز اللي موجوده عند الانيمالز والبيردز. فاول ما البذره تلزق فيها تبدا الانيمال دوت يبدا يتحرك يروح مكان تاني، البذره تروح واقعه منه نازله في السويل، تتعرض لووتر واير وسانلايت وسوتبل تمبريتشر فتكون لي نيو بلانت. زي مين؟ البذور اللي تقدر تلزق في الكلوزز او الانيمالز. لو لاحظنا نلاحظ ان هي فيها سباينز، فيها اشواك زي اللي احنا شايفينها دلوقتي ديت. فيها البذره بتاعت البور سيد او البوردوك سيد هاف سباينز، عندها شوك. الشوك دوت هو اللي بيخليها تلزق في الهيومن كلوزز او الانيمال فير. فدي سيدز بتنتقل عن طريق الانيمالز او الهيومن، بتلزق في الانيمالز فير او الهيومن كلوزز. اخر حاجه seeds that are eaten by animal، يعني حيوان هيجي ياكل الطماطم مثلا التوميتو ديت او الابل، فالسيدز ديت هتنزل في الاستومك بتاعتهم في المعده بتاعتهم، يروح الانيمال دوت يعمل عمليه الاخراج، يخرج الفضلات اللي جوه جسمه ديت في مكان تاني. تبدا السيدز ديت تنزل في الارض، تتعرض لسوتبل تمبريتشر وتتعرض لووتر واير وسانلايت، فتبدا تكون لي نيو بلانت زي التوميتو سيد والابل سيدز. فهنا بيقول لي some seeds can be dispersed when they come out with the animal's stool، اللي بتخرج في البراز بتاع الانيمال in another place. فهنا بيقول لي اخر حاجه different ways of seed dispersal depend on the different properties of seeds. زي ايه؟ زي السايز والشيب وشويه حاجات تانية هي اللي بتؤدي الى الانتقال بتاع البذور. هتقدر تنتقل البذره ولا لا؟ يبقى انا دلوقتي عندي four ways to for seed dispersal، 4 طرق لانتقال البذور. اول حاجه قلنا عن طريق الووتر، وديت لازم السيد تقدر ان هي تعمل float on the water زي كوكونات سيد. تاني حاجه عن طريق الويند، ولازم السيد بتاعتها تكون لايت خفيفه زي الداندليون سيد او المابل سيد. نمبر 3 قلنا عن طريق ان هي stick on the human clothes في الملابس بتاعت الانسان او الانيمال فير زي البوردوك سيد، وديت ساعتها بيبقى فيها سباينز اشواك. اخر حاجه eaten by animal زي التوميتو والابل، وديت بتخرج عن طريق الستول بتاعت الانيمالز لو تعرضت لسوتبل تمبريتشر ووتر وسانلايت و اير. طيب هنا بيقول لي check your understand. فبيقول light seeds travel in the air، يعني البذور الخفيفة بتقدر تنتقل عن طريق الهواء. اوكي true. نمبر 2 بيقول لي seeds with spines، السيدز البذور اللي فيها اشواك بتلزق في الانيمال فير، بتلزق في الفرو بتاع الحيوانات اللي فيها spines. ايوه طبعا، فبتقدر تعمل seed dispersal. كده احنا خلصنا concept 1. concept 1 سهل ما فيهوش اي حاجه خالص، مش هياخد مننا مجهود كبير. قلنا جونيور 5 هي عموما اخف بكتير من جونيور 4. محتاج منكم ايه؟ زي ما قلنا محتاج ان احنا يبقى عندنا التزام بالهوم ورك، لان الهوم ورك دوت انا هصححه، ومن غير ما نعرف الاخطاء بتاعتكم مش هنقدر نصلحها. هتغلط مره معايا مره كمان، المره الثالثه ان شاء الله هنحلها صح، فنقدر نمتحن. واحنا بناخد كويز في السكول او بناخد امتحان الشهر هنبدا نحل الاسئله بتاعتي اللي غلطت فيها بصوره صحيحه. بس كان معاكم مستر محمد، ان شاء الله اشوفكم على خير بعد كده ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.